السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الأنتي بوديز والاركتكتشر بتاع الاميون جلوبولين اللي هو الأنتي بودي. تمام. طيب في نهاية الفيديو لازم تكون أجبت على الأسئلة دي، ولازم تكون خلاص أنت عندك باك جراوند للأسئلة دي وإجابات على الأسئلة دي. أول حاجة V region طبعا بيكون فيه 3 parts CDR 1 2 3. ليه ال CDR 3 ده بيكون افضل جزء من ال V region ان هو بيرتبط بالانتي بودي. طيب تاني سؤال، ايه الفرق ما بين ال F الانتيجين بايندينج وال FC اللي هو الافكتور؟ تمام. طيب ليه الهانك ريجن ده مهم جدا في البايند ومهم في اللي هو بيكون فيه efficient كويس في البايندنج ما بين الانتي بودي والانتيجين. تمام. وليه المريض يعني بيكون افضل تايب من الانتي بودي انه ياخد النوع الاي جي جي بدلا من الاي جي ام. دي حاجه ريليتد بالكلينيكال اكتر. تمام. طيب قال لك اني بعد ما بيحصل سويتشنج ارتبط مثلا جزء الانتي بودي بالانتيجين، فحصل سويتشنج ما بين الاي جي ام والاي جي جي. هل طيب السويتشنج اللي حصل ده بناء عليه يعني هو اختلف لاختلاف الانتيجين سبيسيفيسيتي، ولا ايه اهميه اختلافه اصلا؟ ده برضه هنبدا نعرفه. تمام. ودي التايبس بتاع الفي لايت تشين. تمام. يعني ايه مهمته، والاثنين هل ينفع ان هما الاثنين يكونوا موجودين في نفس الاستراكشر بتاع الانتي بودي ولا لا؟ فدي مجموعه اسئله ان شاء الله هنبدا نجاوب عليها. طيب اول حاجه بيزك بايل بيلدينج بلوك للانتي بودي. طبعا قال لك ان الانتي بودي عامه از جنرال في الجزء فيه هو شكل الواي شيب، متكون من 4 polypeptide chain. polypeptide chain. الفور تشين عندنا فيه 2 chain للهيفي و 2 chain لللايت. ال 2 chain للهيفي بيكون ال 2 identical، الجزء على اليمين زي بالظبط الجزء اللي على الشمال. تمام. زي ما انت شايف كده، ده الاي جي جي اللي هو بيكون فري طبعا، ودي اي جي ام اللي بيكون مرتبط بايندنج على الممبرين بتاع السيل. تمام. فقال لك ان ده الدومين الجزء الواحد فيه، قال لك بيكون فيه 1 للفاريبل، سواء احنا هنا بنتكلم على الهيفي يبقى 1 للفاريبل للهيفي ادي ها وادي ها، و3 او 4 للكونستانت. دي بتكون بناء على ايه؟ دلوقتي دي الام مرتبط باوندد بالممبرين بتاع الخليه، فده عندك فيه 4 كونستانت. تمام. والثلاثه بيكون ادي زي ما انت شايف ادي 1 2 3، ده اللي موجود على الاي جي جي. تمام. طيب attach to the membrane قال لك وكمان بيسكريت، يعني الاي جي ام ممكن تسكريت رغم ان هي اصلا باوند الممبرين، كذلك الاي جي جي. تمام. طيب اللايت تشين برضو قال لك ان في 2 ايدنتيكال، والبارست بتاعتها الدومين بتاعتها بتكون حاجتين variable وكونستانت، 1 و2 1 2 1 2. هل هي اتاتشد لا. طب هل هي ممكن تسكريت لوحدها؟ قال لك برضه لا. تمام. طيب ارتباط الهيفي باللايت، سواء ال 2 ايدنتيكال، يعني دلوقتي قال لك ان اللايت تشين بايند بداي سلفايد بوند بالهيفي تشين، اما الهيفي تشين ال 2 ايدنتيكال مرتبط ببعضه بداي سلفايد بوند. تمام. ودي اظن واضحه جدا في الرسم. طيب كده اتكلمنا على البيزك للبايندنج بلوك. طيب قال لك ان التشين الواحده
سواء الهيفي او اللايت بيكون متكون من repeating unit من الاي جي دومين. طبعا قلنا ان هو بيكون 4 polypeptide chain. تمام، يكون في repeating unit من الاي جي دومين. طب الاي جي دومين اصلا ال 3 structure بتاعته متكون من ايه؟ قالك متكونه من 2 شيت layer 1 اسف شيت layer 1 وال 2، والاثنين بيكونوا related او connected ب disulfide bond. وطبعا زي ما انت شايف كده عند الجزء المتطرف كده في الفي ريجن عندك في 3 لوب دي related بالسي دي ار. السي دي ار اللي هو المنطقه اللي سبيسيفيك اكتر ان هي ديبايند على الانتيجين. تمام، جميل جدا. طيب نيجي على النقطه الثانيه. الانتيجين بتبايند في انهي نقطه بالظبط في الفي ريجن؟ طبعا احنا لسه قايلينها. طبعا قال لك ان الانتيجين بايندنج سايت مش بيرتبط بالفي ريجن الخاص اما بالهيفي او باللايت، لا هو بيرتبط بالاثنين في الهيفي تشين وفي اللايت تشين. تمام، ولكن سواء ده الهيفي او اللايت قال لك ان بيكون فيه 3 اجزاء في الاستراكشرال ريجن في الفاريبل سي دي ار 1 و 2 و 3. طبعا اللوكيشن بتاع ال 1 وال 2 ده بيكونوا في المنطقه in the end of the V region، فبيكونوا موجودين في ال V region موجود هنا. مش عارف. اما ال CDR3 ده بيكون اللوكيشن بتاعته بيكون جانكشن ما بين ال variable chain وال constant chain. ال variability ال CDR1 و CDR2 ال variability بتاعته بتكون يعني ما فيهوش variability كتير زي ال CDR3. تمام، ما فيهوش variability كتير زي ال CDR3. لا، افضل variability بتكون موجوده في الجزء بتاع ال CDR3. تمام، ده بيكون highest variability ودي بيكون افضل حاجه. ده بيكون بقى بيطلق عليه الستار بلاير. ده افضل حاجه لان الفاريابيليتي بتاعته بتكون بنسبه عاليه، فاحتماليه ان هو يرتبط باكتر من انتيجين بتكون كبيره، والمكان بتاعه هو اللي مديله الميزه دي. تمام، جميل جدا. طيب دلوقتي في سؤال. انا دلوقتي يعني في اللاب الساينتست كاميونولوجيست دلوقتي عاوزين يدرسوا الانتي بودي. تمام، ده بقى الشغل اللي هو خلاص انت لازم تكون have ability to learn what is the methodology to study something. تمام، فالانتي بودي مثلا دلوقتي انا عاوز ادرسه، عاوز اشوف متكون من ايه الاستراكشرز بتاعته. تمام، ابدا اتخيله، ابدا اشتغل عليه. تمام، فعشان خاطر ده يحصل طبعا جابوا الانتي بودي، حطوا عليه البروتيوليتيك انزيم عشان تديجريد الانتي بودي دي ل اكتر من قطعه. تمام، فادانا جزئين مهمين جدا وهم دوت اللي اتفق عليهم الدراسه. تمام، اول جزء من الفراجمنت الاف اي بي اللي هو الفراجمنت انتيجين بايندينج. دي بيكون طبعا الجزء المتطرف اللي بيكون متكون من واحد فاريبل سواء من الهيفي او اللايت، وواحد كونستانت ده من برضه سواء من الهيفي او اللايت. تمام، و الفانكشن بتاعته ان هو الفانكشن بتاعته ده بيكون ان هو بيريكوجنيشن الانتيجين وبنيترلايز اي ميكروب او اي توكسين موجود. ده الجزء الاول اللي هو الاف اي بي. تمام، طيب فده اول فراجمنت. الفراجمنت الثاني الاف سي فراجمنت كريستالين. قالك ان هو ده طبعا الجزء المتبقي من الانتي بودي. تمام، يعتبر
الجزء ده ما يقلش اهميه عن الجزء الفراجمنت الانتيجين بايندنج، لان ده مهمته بتكون مكمله للجزء الاولاني. ده بيكون effector function بعد ما الانتيجين بايندنج ترتبط باي ميكروب معين او حاجه زي كده، بنكون عاوزين حد ينادي للاميون سيلز عشان خاطر تيجي تشوف الفورين سبستانس ده، او الكومبلمنتري سيستم او الكومبلمنتري عامه اللي موجوده في الجسم، بحيث انها تساعد بازاله او التعامل مع الكائن الغريب ده. فالاف سي بتكون دي مهمتها، ان هي بتحاول تكول الاميون سيلز وبتاكتيفيت الكومبلمنت سيستم. تمام. طيب الهانج ريجن اللي موجوده ما بين التو ايدنتيكال هيفي لايت تشين، قالك ان مهمتها بتكون ان هي بتكون عامله زي الدراعات كده، ان هي اللي بتسبح بطريقه يعني independently، طريقه مش يعني مدعومه او ان هي فيكسد في مكان او سبيس معين، لا هو فلكسبيليتي عاليه جدا عندها. والستريتش بتكون سواء ستريتش او الكمبري او كومبريز بتكون برضو عاليه جدا. تمام. زي مثلا دلوقتي لو في تو انتيجين اللي موجوده على بكتيريا مثلا معينه، فبيجي التو ايدنتيكال سواء يعني مكان الانتيجين ده بعاد عن بعض ولا قريبين من بعض. تمام. بناء على المكان بتاعهم بتبدا الهنج ده بتدي للانتي بودي المرونه ان هي تبدا ترتبط بالتو انتيجين ده، سواء للسيم بكتيريا او تو ديفرنت بكتيريا. تمام. فده مهمه الهنج ريجن. طيب الهيفي تشين قالك ان هي ليها ايزوتوبس مش واحده. عندنا في الميو اي جي ام، اي جي دي دلتا، اي جي جي جاما، اي جي اي ابسلون، واي جي اي الفا، وكل واحده ليها مهمه ترتبط بيها. عندك دلوقتي الاي جي ام ده بيكون يعتبر ال الممبرين باوند انتي بودي اللي بتتعرف على الميكروب لو هو ذا فيرست ميكروب، او اللي بتكون موجوده في النايف بيسل، بحيث ان هي تخرج من منطقه البوزيتيف سيلكشن عشان تروح للسكندري ليمفويد اورجان، يحصل لها تيستنج فتروح للجسم. تمام. اما الاي جي دي الدلتا دي بتكون يعني برضه نفس الاستراكشر بتاع الاي جي ام. اما الاي جي جي ده افضل واحد فيهم، ده بيكون موجود بنسبه عاليه جدا، والهاف لايف بتاعته بتكون اكبر من جميع الايزوتوبس بتاع الانتي بودي، والتايم بتاعه بيكون من 3 ل 4 اسابيع. ودي ليه ديستنكت رول على الهاف لايف بتاعته ده. اما الابسلون ده طبعا بينتج لو في اي الرجي او بارازايت على الجسم. والالفا قالك ان هو بيكون موجود سكريتد في الموكوزل. تمام. برضه بيكون له 2 سب تايب، الفا 1 و 2، والجا برضه في 4 سب تايب، جاما 1 2 3 4. تمام. فال يعتبر اي جين بينكود الفور different ال5 different isotope type من الانتي بودي ده. تمام. ودي بعض الاشهر بتاعتهم، دي خاص بالام. تمام. ودي بالجاما ودي الابسلون الاي، ودي بتاع الاي اي جي اي. تمام. افضل حاجه فيهم قال لك ان دلوقتي الاي جي جي الهاف لايف بتاعته في البلازما من 3 ل 4 اسابيع، اما الباقي من 3 ل 6 ايام. بناء على ده قال لك ان الثيرابيوتيك انتي بودي معظم الثيرابيوتيك انتي بودي بتكون من نوع الاي جي جي، لان هي تمتلك الخاصيه المهمه دي. تمام. جميل جدا.
اما اللايت تشين طبعا هو جزئين بس، او مش جزئين بس، نوعين بس، الكابا واللامدا. والنوعين دومت بيكون احدهم هما اللي موجود، ما بيكونش الاتنين موجودين في نفس الاستراكشر. تمام. ومهمتهم برضو ان هي بتبايند مع الانتيجين وبتنيوترلايز الميكروب او اي توكسيك ميكروب. تمام. فالاثنين equally بيكون لهم the same function. تمام. فما فيش اختلاف للفانكشن بتاعتهم الاثنين مع بعض. تمام. قال لك دلوقتي السويتش للايزوتايب يعني ايه؟ دلوقتي في ميكروب مثلا، وحصل اكسبريس للاي جي ام والاي جي دي على الممبرين بتاع البي سيل ريسبتور او النيف بي سيل ريسبتور، فحصل اكتيفيشن بالانتيجين ده، او ممكن اكتيفيشن بالهيلبر تي سيل. تمام. فبتبدا تسكريت انتي بودي. تمام. بعض الانواع ممكن تسكريت الاي جي ام اللي هو نفس اللي هي اتعرفت على الميكروب، نفس اللي هي انتجت النوع بتاعه. يعني ايه؟ دلوقتي اللي اتعرف عليه الانتي بودي من نوع الاي جي ام، بتبدا تسكريت اللي هو اتعرف عليه. طب هل ينفع تسكريت اذر ايزوتوب؟ قال لك ينفع. قال لك ازاي واللي متعرف عليه اصلا غير يعني مثلا متعرف عليه اي جي ام والبيسل نتجت اي جي جي، ينفع؟ ينفع. ليه؟ قال لك عشان لما بيحصل انكود للانتي بودي اللي خارج، هو اللي يفيده المنطقه بتاع الاف اي بي اللي هو المنطقه بتاع الانتيجين بايندينج. تمام. بينكود نفس الريسبتور اللي هو اتعرف عليه. لكن الاف سي عادي ممكن يحصل لها سويتش للاي جي جي، اي جي اي جي اي، ايا كان، عادي خالص. ليه؟ قال لك ان ده اصلا الكونستانت ده له فانكشن واحد. تمام. غير الفاريبل اوريجين. الفاريبل اوريجين بتختلف طبعا من انتيجين لانتيجين تاني، لكن الاف سي بتكون ثابته، فباختلافها ما تاثرش خالص على الانتيجين بايندنج، لا هتروح تبايند وهتروح تأدي شغلتها بأتم وظيفه وأتم شغل. تمام. طيب وده سمري للي احنا قلناه كله. طبعا انت بادي قال لك ان في 2 هيفي تشين و2 لايت تشين بالايزوتوبس بتاعتها. تمام. وعندك الاف اي بي في عندنا 2 الانتيجين بايندنج 2 ايدنتيكال، والاف سي بيكون واحد بس افكتور فانكشن، والهنج طبعا اللي هو بيكون الفلكسبيليتي بتاعتها بتكون عاليه جدا. طيب الاسئله دي جبتها ولا لا؟ اول حاجه قال لك ان هل السي دي ار 3، قال لك ليه ان هو افضل واحد؟ طبعا انت عارف لان دلوقتي انت عارف لان هو بيكون الفاريابيلتي بتاعته بتكون عاليه جدا، لان الاستراكشر بتاعه بيكون جزء من الفاريبل وجزء من الكونستانت، فده بيكون الستار بلاير بتاع الجزء الفاريبل ريجن. تمام. طيب what is the difference between FAB و FAC بالستراكشر وفانكشن؟ طبعا الاف اي دي البايندنج بيكون تو ايدنتيكال بايند انتي بودي بس، لكن الاف سي ده بيكون شغلته ان هو بيكون الاميون سيلز التانيين او بيأكتيفيت الكومبلمنتري سيستم. طيب why الهانج ريجن important جدا للانتيجين بايندنج efficiently؟ برضه لسه هننهى ان ده لو بيكون عامله زي الدراع اللي بيبدا يتحرك بمرونه عاليه جدا، مش مقيد باي حاجه، فيبدا باختلاف مكان الانتيجين يبدا يتحرك له. تمام. طب ليه البيشنت بيكون له يعني بنديله بيكون اصلا في الاي جي جي قليل جدا، وليه ليه بيكون هو افضل طبعا من الاي جي ام؟ طبعا زي ما احنا قلنا لان دي الهاف لايف بتاعته بتكون عاليه من بقيه الانواع الايزوتوبس بتاع الانتيجين بتاع الانتي بودي، اسف. تمام. طيب برضو دي اخر سؤال، يعني ده اخر سؤال واحنا لسه قايلينه، لما يحصل سويتشنج هل بتختلف الانتيجين سبيسيفيستي؟ قال لك لا. ليه؟ لان المشكله دلوقتي مش في الاف سي، المشكله في الاف اي بي، ما بيكونش اتغير، هو بيكون زي ما هو. تمام. وده قال لك ان يعني يعتبر الكابا واللامدا بيكون ليها نفس الاستراكشر، ولكن احدهم بس اللي بيكون موجود على الانتيبودي. فده الموضوع درس النهارده، يعتبر هو مش صعب وانا تناولته بشكل
بسيط وسهل، وبحيث ان ما يحاولش الموضوع يعني يخش في تفاصيل اكتر. فان شاء الله تكونوا فهمتوا من الدرس ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.